اهلا بيكم في حلقه جديده. في 29 يناير عام 2023 كان في مباراه شهيره جدا ما بين نادي نابولي وما بين نادي روما في الجوله ال20 من الدوري الايطالي. المباراه دي انتهت 2-1 لصالح نادي نابولي، والمهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين هو اللي سجل الهدف الاول لنادي نابولي في المباراه دي. والحقيقه ان الهدف ده كان واحد من اجمل اهداف الدوري الايطالي في الموسم ده، وكمان اللي كان اجمل من الهدف هو تعليق المعلق الاماراتي فارس عوض على الهدف. المعلق الكبير فارس عوض اثناء تعليقه على الهدف قال جملته الشهيره واللي احنا عارفينها كلنا بان قضيه اوسيمين خارج الملعب اغلقت. انا بقى جاي النهارده اقول لك ايه هي قضيه اوسيمين خارج الملعب اللي كان يقصدها المعلق فارس عوض في تعليقه الشهير. اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك الحلقات الجديده اول باول، ويلا بينا نشوف الحكايه دي. قضيه اوسيمين اللي كان يقصدها المعلق فارس عوض في تعليقه الشهير هي قضيه انتقال فيكتور اوسيمين نفسه الى نادي نابولي. اللاعب النيجيري انتقل من نادي ليل الفرنسي الى نادي نابولي الايطالي في موسم 2019-2020 في صفقه قدرت بحوالي 52 مليون يورو عشان يكون اكبر صفقه للاعب افريقي في تاريخ نادي نابولي. في بدايه عام 2023 المدعي العام في ايطاليا طالب بالتحقيق مع نادي نابولي في صفقه فيكتور اوسيمين، لان تم اكتشاف تلاعب في الصفقه ما بين نادي نابولي ونادي ليل الفرنسي. اكتشفوا ان نادي نابولي في صفقه فيكتور اوسيمين ادى النادي ليل 4 لاعبين من الناشئين محدش يعرف عنهم حاجه خالص وما لعبوش مع نادي ليل الفرنسي، فيما يعرف بالتلاعب في قيم اللاعبين وتزوير اوراق ماليه. والقضيه دي مماثله تماما لقضيه نادي يوفنتوس اللي اتحكم ضده فيها في بدايه موسم 2023 بخصم 15 نقطه بسبب تضخيم راس المال والتحايل على قانون اللعب المالي النظيف. وخليني احكي لكم ده بيتم ازاي. وقبل ما اقول لك ده بيتم ازاي خليني اقول لك ان الانديه الاوروبيه بتعمل حاجات معينه عشان يتم التحايل بيها على قانون اللعب المالي النظيف، زي تضخيم رأس المال وتضخيم عقود الرعاية. ايه الفرق ما بين تضخيم رأس المال وتضخيم عقود الرعاية؟ هنعرف، بس قبل ما نعرف خليني اقول لك برضو ايه هو قانون اللعب المالي النظيف. قانون اللعب المالي النظيف هو قانون اقره الاتحاد الاوروبي على الاندية الاوروبية بانه يقفل السنة بصافي ربح، بمعنى ان ايراداته لازم تكون اكتر من مصروفاته، بمعنى ان النادي ما ينفعش يقفل السنة المالية بتاعته بصافي خسارة. هو ده بكل بساطة قانون اللعب المالي النظيف. فعشان الانديه ما تقفلش السنه بصافي خساره وتتحايل على قانون اللعب المالي النظيف بيعملوا حاجتين: حاجه اسمها تضخيم راس المال وده اللي بنتكلم عليه في قضيه فيكتور اوسيمين، وفي حاجه اسمها تضخيم عقود الرعايه. ايه هو تضخيم عقود الرعايه؟ بكل بساطه انت كنادي جالك راعي هيحط مثلا اسم البراند بتاعه على التيشيرت، فاتفقت معاه ان هو هيدي لك 5 مليون. احنا بقى هنكتب في العقود ان انت اديتني 8 مليون، فانا ابقى خدت فعلي 5 مليون ومكتوب في العقود ان انت اديتني 8 مليون، يبقى انا كده حققت 3 مليون مكسب من الوهم. هو ده بكل بساطة اللي بيتم في تضخيم عقود الرعاية، ودي القضية اللي كان واقع فيها مانشستر سيتي من كام سنة واللي خد فيها حكم بالحرمان من المشاركة في دوري ابطال اوروبا، وبعد كده المحكمة برأته. نيجي بقى لقضية تضخيم رأس المال اللي متهم فيها نادي نابولي من المدعي العام الايطالي في صفقة فيكتور اوسيمين، واللي في قضية مماثلة ليها تماما تم خصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس. الموضوع بكل بساطة، أنا مثلا نادي نابولي قررت أشتري لاعب ب 60 مليون يورو. هشتري لاعب ب 60 مليون يورو، يعني أنا هدفع 60 مليون يورو، يعني أنا هخسر أو هيبقى عندي مصاريف ب 60 مليون يورو. إحنا هنكتب في العقد إن أنا اشتريت اللاعب ده ب 40 مليون يورو، يعني أنا فعليا دافع 60 بس في الورق كاتب 40. معنى كده ان انا عندي ربح وهمي 20 مليون يورو، او بمعنى اصح قللت خسائري على الورق بقيمة 20 مليون يورو. في مقابل ده بقى، في مقابل ال 20 مليون يورو دول، انا كنادي هديك 4 لعيبة من الناشئين تشتريهم مني بالمبلغ ده، فانت هنا بعت لعيبة بقيمة اكبر من امكانياتهم بكتير. اللعيبة دي هتاخدها تعمل لها عقود طويلة الاجل على 3 سنين او 5 سنين او بعد كده تسرحهم. مش دي القصة. القصة ان انا هنا اعلنت ارباح وهمية او قللت خسائري على الورق، كل ده عشان اتحايل على قانون اللعب المالي النظيف. هو ده بالظبط اللي حصل في قضية انتقال فيكتور اوسيمين من نادي ليل الفرنسي لنادي نابولي الايطالي. نادي نابولي الايطالي اشترى فيكتور اوسيمين بمبلغ اقل بكتير من امكانيات اللاعب، وادى لنادي ليل الفرنسي 4 لعيبة من الناشئين بمبلغ اكبر بكتير من امكانياتهم كلاعيبة. فالمدعي العام في ايطاليا شاف ان الصفقة دي فيها تلاعب اشبه بالتلاعب بتاع نادي يوفنتوس بالظبط.
طب المدعي العام في ايطاليا اكتشف الكلام ده امتى بالظبط؟ فاكتشفه في 22 يناير عام 2023 قبل 7 ايام من المباراة الشهيرة ما بين نادي نابولي ونادي روما، والتعليق الشهير بتاع فارس عوض بان قضية اوسيمين خارج الملعب اغلقت. والغريب في الموضوع ان فعلا من ساعة ما المعلق فارس عوض قال ان قضية اوسيمين خارج الملعب اغلقت، وهي فعلا اغلقت وما اتفتحتش تاني، والله اعلم هتتفتح تاني ولا لا. في الاخر عايز اقول ان المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين واحد من افضل المهاجمين في العالم حاليا، الانديه كلها بتتهافت عليه، قيمته السوقيه على موقع ترانسفير ماركت 120 مليون يورو، واعتقد ان دي اكبر قيمه سوقيه لمهاجم في تاريخ الدوري الايطالي. وبس كده انتهت حلقتنا. انا حاولت ان انا اوصل المعلومه بشكل مبسط على قد ما اقدر، اتمنى ان تكون الحلقه فادتك. لو الحلقه عجبتك اعمل لها لايك لان اللايك بيساعد على نشر المحتوى، لو ما عجبتكش ما تعملش. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة أول بأول، ونشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.